السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. ورجعت لكم بفيديو جديد. اذا كنتوا جداد على القناة لا تنسون الاشتراك والاعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو لأكبر عدد ممكن. طبعا اليوم روتين المسائي للامتحانات، حبيت اشارككم هذا اليوم وراح اشارككم ان شاء الله النهاري كامل اللي هو ثاني يوم للامتحان الفاينل. كل ما صار معي إشي راح أصوره لكم إن شاء الله. طبعا هنا سويت العشاء اللي هو بدأ روتين المسائي. طبعا ثاني يوم كان عندي اللي هو فاينل العملي اللي كان عندنا كيمياء صراحة. ومثل ما تعرفون إحنا جداد على هاي المرحلة، كل شي ما نعرف الامتحان شلون يصير هم ما نعرف. فهنا خلصت العشاء، غسلت المواعين، رحت للغرفة، حضرت أغراضي وقعدت أدرس. طبعا مثل ما تشوفون عاد أحفظ. إحنا منهجنا كله إنجليزي، فأني صراحة إنجليزيتي ضعيفة، قاعدة أحاول أقويها إن شاء الله بالعطلة. فحاولت أني أصور لكم كل شيء أقدر عليه. تعرفون انتوا الساعات اللي قبل الامتحان هي أهم ساعات الطالب إنه يدرس بيها، يراجع معلوماته. وحتى إذا ما كان دارس يقدر يدرس. طبعا أنا أقدم لكم نصيحة واللي هي أهم نصيحة، اللي هي إنه ما تستسلمون لآخر ساعة قبل الامتحان، لو آخر دقيقة إنه تدرسون بيها. انتوا ما تعرفون شنو راح يصير، ما تعرفون، يجوز انتوا بمعلوماتكم القليلة تقدرون تجاوبون. اكو طلاب اذا ما درس يستسلم، يعني يقول هذا هو. لا بالعكس، لو كان ساعتين لو كان ساعة، المهم انه انت ما تستسلم. المهم انه انتي او انت من تطلع نتيجتك كنت تقولين له أنا حاولت، حتى لو رسبتي إنه أنت حاولتي بذلتي كل جهدك الآخر ساعة أنت كنتي تدرسين. طبعا أنا بحياتي ما ظليت لآخر ساعة أدرس. طبعا لو حتى ما كنت دارسة، إذا ما أستسلم أبد، لو آخر ساعة قبل الامتحان أدرس بيها والحمد لله أطلع ناجحة. طبعا هذا الشيء من فضل رب العالمين. هو الشيء المهم اللي هو يكون السعي علينا إحنا والنتيجة من عند رب العالمين. طبعا رب العالمين راح يعطينا على قد سعينا، وإن شاء الله ما تنخذلون بهذا الشيء. وهاي نصيحة مهمة لأي طالب، إنه ما يستسلم لآخر ساعة، لآخر دقيقة، يظل يدرس. لو حتى ما دارس، لو كل شيء ما دارس، ادرس اللي تقدر عليه وسوي اللي عليك والباقي على رب العالمين. طبعا هذا أهم شيء. والحمد لله. أنا هاي الطريقة أو هاي العادة أنا دائما عندي وأبد معروفة. طبعا حتى بالمدات بالكويزات كنت أراجع. كنت مرات آجي أو ما ألحق إني أدرس، أو يصير عندي ظروف. الحمد لله. خاصة إذا تعرفون بالسادس طبعا كانت ظروف برد، يعني سبحان الله هي مرحلة السادس تصير بها ظروف، يعني ما أعرف من وين تطلع صراحة. فأني مع إنه سويت تحميل وهاي، بس أبد ما استسلمت الآخر لحظة، ظليت أدرس والحمد لله. طبعا أنا أحب الدراسة على الأرض، أشوفها أحسن وأريح من الدراسة على ميز الدراسة الصراحة. أو تقدرون تغيرون مكان الدراسة، يعني ما ظل مكان واحد. أو يعني ما حاجة، يعني انتوا عم تدرسون راح تملون، فتغيرون مكانكم أو تطلعون على مكان بهواء تصحصحون شوية. طبعا ما أعرف ليش الواحد من يجي دا يدرس تجي النومة، أو تشوفون عقله كأنما يطفى. فما أعرف ليش هيك يصير. فأنا مرات من يصير بي هاي الحالة أطلع برا أو أقرأ أدعية تساعدني إني أكمل دراسة. طبعا خاصة إذا رحت على الجامعة بالكلية، أطلع برا أدرس، أشوف إنه الأجواء تساعدني. طبعا أنا كشخصية أنا أحب البرد، أحب يعني أجواء الشتاء، ما أحب الحر والخنقة بالبيت. فتساعدني هاي الأجواء إني أدرس. وكل طالب له طريقته بالدراسة بالنهاية. فأنا صورت لكم طبعا جزء قليل من يومي قبل الامتحان. طبعا أنا صار وياي كثير أشياء بس ما قدرت أصورها. تعرفون إنه التصوير ياخذ وقت هواي مني ومن وقتي ومن دراستي، فأصلا أنا ما لحقت أدرس قبلها. أنا من الطلاب اللي يصلون المرحلة إنه ما عندهم وقت للدراسة، يعني حتى أنا ما أخذ استراحة بين كل ساعة وساعة، يعني وقتي يصير جدا ضيق توني أجي أدرس. طبعا هذا الشيء أبدا ما صحيح. وطبعا هذا الشيء طبعا مو بيدي الحمد لله. فأنتوا إيش قد تقدرون حاولوا إنه تخلوا لكم أوقات استراحة بين الدراسة، أو حتى إذا ما عندكم
يعني عندكم وقت ضيق جدا جدا، اطلعوا بالحوش بالحديقة. إذا تقدروا اطلعوا على السطح شموا لكم شوية هوا. وطبعا هنا نهاية الفيديو. هنا ثاني يوم طبعا أنا درست شوية الصراحة، صورت لكم وسديت الكاميرا قبل الدراسة. وهنا ثاني يوم طبعا رحت للكلية، كان عندي تسليم وثيقة مثل ما تعرفون، على ما سحبتها من التربية رادوا باركود أو هيك شي، صراحة ما أعرف أني. طبعا اللي هو هذا اليوم صادف عندي كثير بأشغال يعني راحة وجيات، والمكان بعيد صراحة. بعد ما خلصت امتحان طبعا هنا كنت مخلصة امتحان، بعد ما خلصت امتحان طلعت ورحت أخذت بطاقتي الجامعية همين سلموها إلنا. ومثل ما شفتوا هاي الصورة في الفيديو المنتشر آخر فترة عن هاي الطفلة المعنفة. طبعا كان عندنا الفرقة التطوعية بالجامعة سلموا لنا أوراق وإنه ضد العنف. طبعا هذا الشيء جدا يعني قهرني يعني بصراحة، حتى الفيديو ما قدرت أكمله. الله يساعدها هي طفلة إن شاء الله. وهنا صادفها منين يوم زكريا اللي طبعا هذا اليوم أول مرة إحنا نسوي صينية زكريا، يعني أبد ما مسوينها بحياتنا. أمي حبت تسويها فسويناها سويناها إلها. طبعا بدها سحق صراحة، أنا تعبانة حيل ومريضة إذا عم تسمعون صوتي. وهنا أختي حضرت، طبعا خلينا شوية حلويات شرزات، وما شاء الله البيت مليان أطفال. طبعا هم يقولون من شروط صيد زكريا يعني إنه الأطفال يكونون حوالين الصينية أو هيك شي، وتعلقون شموع تخلون حلويات هالموجود يعني. طبعا أنا نشرت فيديو بقناتي الأولى، هاي القناة الثانية اللي هي مثل ما قلت لكم قناة أمي، قناة يوميات أم محمود. القناة الأولى نشرت لكم بيها الفيجن بورد، لوحة الأهداف. طبعا هذا الفيديو أنا أول مرة أسوي الفيجن بورد فمنين و... وروحوا تابعوا الفيديو وشوفوا، اكتبوا لنا تعليق حلو من عندكم. طبعا لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس ودعموني لنشر المزيد وإن شاء الله الفيديوهات القادمة تكون أحلى. طبعا هنا كملنا الصينية، حضرنا الحلويات وعلقنا الأغنية. طبعا كانت الأجواء كلش حلوة، وإذا تحبون سووها. طبعا سوينا الصينية بسرعة، ما كان عندي وقت إنه نحضر. مثل ما تعرفون اليوم كان عندي فاينل ورجعت من الجامعة، بصراحة رجعنا متأخرين فما لحقنا إنه نكمل التحضيرات. وهي بالنهاية يعني شيء نسويه حتى نفرح ونتونس وفرح الأطفال. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة وتفعيل زر الجرس، واكتبوا لنا تعليق حلو لأن أمي عم تتابع هاي القناة، وإن شاء الله الله يفرحكم. ولا تنسون تكملون الفيديو للأخير، ومع الألف سلامة. يا زكريا عودي عليا كل سنة وكل عام نشعل صينية. يا زكريا عودي عليا كل سنة وكل عام نشعل صينية. يا زكريا عودي عليا كل سنة وكل عام نشعل صينية. يا زكريا عودي عليا كل سنة وكل عام نشعل صينية. يا زكريا عودي عليا كل سنة وكل عام نشعل صينية. يا زكريا عودي عليا كل سنة وكل عام نشعل صينية. يا زكريا عودي عليا. يا زكريا